السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله وصفتنا راح نسوي خبز على الطباخ بدون فرن بدون تنور. جدا سهلة، تقدرون تسووها قبل كل وجبة. راح استخدم هذا الكوب. عندي هنا 3 أكواب طحين، عندي هنا ملعقتين زيت، أي زيت موجود عندكم متوفر، هنا رشة ملح، هنا ملعقة كبيرة طعام من الخمرة الفورية، وهنا ملعقة من ملعقة كوب من السكر لتنشيط الخمرة. هنا عندي كوب ونص تقريبا مي دافي، راح اشوف ايش قد راح استخدم من عنده، وان شاء الله انطي المقادير المضبوطة، لان بالخبز هيك عجاء يعني ما نقدر نتقيد بالمي او السوائل، فهسه ان شاء الله راح نشوف ايش قد راح ناخذ. هنا عندي أضيف مباشرة لأن هي عجينة عادية للخبز، المواد الجافة مع بعض، وهذا أيضا يبقى بس الزيت لحد ما تتلابس عندنا العجينة نضيفه. وبالنسبة لهذه العجينة تقدرون تعجنوها بالعجانة الكهربائية أو بالإيد، ما في إشكال. هسه إن شاء الله راح نبدي نضيف المواد العجانة دفعة واحدة. بعد ما تماسكت عندنا العجينة وأصبحت بهذا الشكل راح نضيف ملعقتين طعام من الزيت، تماسكت عندنا العجينة وأصبحت بهذا الشكل. يعني هي لينة بس ما تلزق بالإيد. هسه إن شاء الله راح أخليها بهذا الصحن وتختمر إن شاء الله وأرجع لكم. حاليا نضاعف عندنا حجم العجينة فأصبحت بهذا الشكل، وهسه نبدي نكورها كور صغار حتى تناسب عين الطباخ، يعني احنا راح نسويها على الطباخ. راح نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ نلم الأطراف نجمعها بالنص ونسويها بهذا الشكل. وكذلك يعني راح تكون الخبزة حجم صغير وخفيفة بهذا الشكل. نجمعها، هذه جدا سهلة نستخدمها نقدر قبل كل وجبة. نكمل الباقي ونرجع لكم إن شاء الله. تكون عندي 12 قرص من العجين، هسه راح أتحول على الطباخ. راح أستخدم مثل هذه الشبكة مثلا إذا عندكم شوية تعلى عن الطباخ بهذه المسافة، أو هذه المشواية العادية اللي نشوي بيها نضغط اللحم تنفتح، يعني المفروض تكون يعني بهالسمك هذا، أي شي متواجد عندكم من هالنوع. فهسه ننتقل إن شاء الله. حاليا راح نبدي نفتح العجين ونشكله على شكل خبزة صغيرة بهذا الشكل. ننفضها من الطحين بهذا الشكل. هسه نتحول على الطباخ نخليه على السيباية.
راح تظهر عندنا هذه الفقاعات. من ثم نقلبها. هذا القرص الثاني. جدا خفيف ومستوي. وسريع جدا ايضا. بس ان شاء الله نكمل الباقي. حاليا كمل عندنا الخبز، اصبح بهذا الشكل. طبعا مستوي 100%، وسهل جدا وخفيف مثل ما تشوفوا، وطري بنفس الوقت. إن شاء الله يا رب تعجبكم هذه الوصفة. ألف صحة وعافية.